أنا كنت أكتب الشغلات اللي بتخصني، الشغلات اللي تضايقني، اكتبها على ورقة وبآخر الليل وكبها، آخر الشي شقة وكبها. الأيام والمواقف هي كفيلة. آخر شيء يعني انسحبت بأدب وبأخلاق، والنهايات يعني أخلاق بالنهاية. مرحبا، سؤالنا لليوم بيقول تحت مسمى لا تغلط غلطتي، اعطيني نصيحة لغيرك لحتى ما يوقع بنفس الغلط. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي نصيحة منك تقدميها لغيرك مشان ما يوقع بنفس الغلط. أه أنا ما يثق بحدا وما يفتح قلبه لحدا لو شو ما كان، لأنه بالنهاية هي رح ترجع الغلطة لإله. شو صاير معك؟ بغض النظر شو صاير الواحد من موقف واحد بيتربى، عرفت؟ حكيتيها بحرقة. حكيتها بحرقة لأنه مرقة بهذا الشيء، عرفتي؟ فالواحد بغض النظر يعني بشوف غيره بيتعلم. مم. هلا بطلتي توثقي؟ بأخي ما بثق صراحة يعني، وأنا حدا كتير من النوع الحذر، ما بعطي سري لحدا، ما بفتح لقلبي لحدا لو بدي موت. أنا كنت أكتب الشغلات اللي بتخصني، الشغلات اللي تضايقني، اكتبها على ورقة وبآخر الليل وكبها، آخر الشي شقة وكبها. فهيك تعلمت، يعني توصلي لمرحلة إنه خلاص أكستي على كل شيء وما بقى يهمك إلا راحتك. إيه بس. شكرا لك. أهلا وسهلا. بيت حديثك. أهلا وسهلا. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي منك نصيحة تعطيها لغيرك لحتى ما يوقع بنفس الغلط. لا تأمنوا كتير بالناس ولا توثقوا بسرعة، لأنه كتير ناس ممكن تأمني لا تفتحي لها قلبك. وقت اللي يصير معك موقف يستغلوا هاي النقطة مثل نقطة ضعف لإلك. يعني ممكن أنت تفضفضي لهم للناس، تحكي لهم همومك مشاكلك، يصير خلاف بينك وبينهم يعتبروها مثل نقطة ضعف، يصيروا يستفزوكي بهذا الحكي إنه أنت بزمانك حكيت كذا، أنت بزمانك صار معك هيك. حدا عمل معك هيك؟ كتار، للأمانة كتار، يعني من أقرب الناس لإلي. أخذت درس؟ أمنت إني ما أوثق بحدا، بس كل مرة برجع بوقع بنفس الحفرة مثل ما بيقولوا. بأمن للناس بسرعة أنا، بوثق فيهم بسرعة، إنه بعتبرهم بيكون باين عليهم إنه هن ناس أكابر ولاد عالم وناس هيك. وقت يصير الجد بدقوا فيني، عرفت كيف؟ شكرا لك. أهلا وسهلا. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي منك نصيحة تعطيها لغيرك مشان ما يوقع بنفس الغلط. أي واحد يصح له أي سفرة يسافر، يعني لو صح له، رغم إنه البلد هلا صارت أحسن الحمد لله والأمور تحسنت، يسافر لا يوقف. اجتك سفرة وروحتها من ايدك؟ رجاني كذا سفرة بس ما زبطت. هلا إذا اجاك؟ هلا إذا صح اللي بطلع ما بتردد أبدا. الله يختار لك الخير يا رب. يا رب. شكرا لك. شكرا لك. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي منك نصيحة تقدمها لغيرك مشان ما يوقع بنفس الغلط. نصيحة يعني إنه مثلا إنه ما يثقوا بأي إنسان بسهولة. مثلا إنه مثلا يعني كان من ناحية الحب، يعني مثلا أنا مقصدي من ناحية العاطفة، إنه مثلا يعني يرافقوا يحبوا طبعا ضمن الأدب والأصول والأخلاق يعني، بس إنه ما يثقوا بأي حدا بسهولة. يعني مثلا إذا قالت لك كلمة بحبك ما يصدقوها، بمرقوها يعملوا حالهم مصدقينها بس ما يصدقوها، لأنه بالنهاية ما في حدا بيدوم غير رب العالمين. حدا خذلك؟ ايه يعني هيك شيء من ناحية العاطفة قلت لك، يعني عملوا لي البحر طحينة وحب وغرام وهيام وكله حكي. كيف وبعد اكتشفت شوي انه حكي؟ اكتشفت لأنه مع الأيام والمواقف هي كفيلة. آخر شيء يعني انسحبت بأدب وبأخلاق، والنهايات يعني أخلاق بالنهاية. شكرا لك. يا أهلا وسهلا. الله يعوضك بالأحسن يا رب. الله يسلمك يا رب. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي منك نصيحة تعطيها لغيرك مشان ما يوقع بنفس الغلط. يعني غلطة أنا وقعت فيها تماما. مثلا بدراسة أو بشي تاني. بشو ما بدك؟ مثلا بدراسة، كل درس بدرسه. أنا طالبة بكالوريا وبحب هيك أنصح يعني كل طلاب بسوريا يعني ما يركموا عليهم شيء ويعتمدوا على تعبهم مو على تعب الأساتذة معهم. الله ينجحك يا رب. هالسنة بكالوريا؟ إيه هالسنة بكالوريا. يلا موفقة يا رب. الله يسلمك يا رب. شو حابة بعدين تفوتي؟ هندسة. إن شاء الله يا رب. شكرا. أهلا وسهلا. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي منك نصيحة تعطيها لغيرك لحتى ما يوقع بنفس الغلط. غلطة يعني أنا عاملها؟ تمام. لا تخانق مع الناس إذا كان حدا معصي.
ليش؟ عشان ما تساوي مشاكل تعمل بلبله. بيتك عامل مشاكل كتير؟ لا ما بعمل مشاكل، بس ما بحب المشاكل. يعني مسالم. ايه شكرا لك. عفوا. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي نصيحة منك تقدمها لغيرك عشان ما يوقع بنفس الغلط. انه اذا الشيء ما بده يسويه لا يسويه ابدا. يعني إذا شيء هو ما حابب يعمله ما ينجبر عليه. اكيد انه رح هي الحياه بارادته، يعني مو هي الحياه بارادته ثاني. حدا جبرك عليه شيء بيوم من الأيام؟ ابدا، انا كل شيء بدي اياه بسويه. إيه بس أنا كان بدي النصيحة تكون لغلط أنت مرتكبه لحتى غيرك ما يوقع فيه. فأنت بيوم من الأيام حدا جبرك على هذا الشيء؟ لا هو اكيد لا، ما حدا جبرني ولا شيء، بس النصيحه هي اللي انا بدي اقولها، انه لا يفكر انه هي الحياه كيف ما بده يمشيك، الحياه ما يمشيها، يعني هي بارادته هي. تمام. شكرا لك. تكرم عيني. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي منك نصيحة تعطيها لغيرك عشان ما يوقع بنفس الغلط. الثقة الزايدة بالناس. بمين وثقت؟ أقرب الناس. غدرك؟ أكيد. بس لا تثق بكثير وخليك صاحي. هي أكثر من هيك ما كان عم بحسن لك. شكرا لك. أهلا وسهلا. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي نصيحة منك تعطيها لحدا غيرك عشان ما يوقع بنفس الغلط تبعك. نصيحة يعني يعني انت واقع بغلط، بس انت هلا رح تحكي هذا الغلط اللي انت عامله، تعطي فيها نصيحة لحدا تاني ما يوقع بنفس غلطك اذا هو مرر بنفس التجربة. لا تثق بحدا ثقة كاملة، يعني أبدا. الثقة الكاملة يعني أنت عم تعطيه صلاحيات، ممكن هو يكون مثلا محترم بس يشوف إنه في ثقة خلاص يقلب عليك. في حدا وثقت فيه وغدرك؟ كتير، يعني مو واحد، فتعلمت من غلطي. يعني انت ما تعلمت من اول مرة؟ لا مو من أول مرة، بعد كم مرة؟ شي 2 3. بعدها؟ بعدين تعلمت وخلص ما عاد عم أثق بحدا ثقة كاملة، تعطيه ثقة محددة إنه أنت لهون رفيق، بعد هيك ما في، يعني أكثر من هيك ممنوع توصل. تحت مسمى لا تغلط غلطتي، بدي منك نصيحة تعطيها لغيرك حتى ما يوقع بنفس غلطك. بس يجي واحد سفرة دغري يستغله، أي قولا واحدا، مو والله يستنى وبده يستشير فلان وعلتان وهي يطلع دغري. انت اجتك سفرة وروحتها من ايدك؟ والله جاني 20 سفرة. ليش روحتها؟ مشان وضع أهلي وما أهلي. وهلا اذا بيرجع بيجيك فراس؟ فورا طالع. ما عاد تفكر لا بوضع ولا بشيء؟ ما لا هلا الوضع الحمد لله غير، صارت البلا. الحمد لله. ايه والله. شكرا لك. يا هلا على. عندك مشكلة بعد الحلقة عنك؟ لا عادي ما. لا ولا يهمك. لا اكيد. لا ولا. لا أكيد لا. لا. لا ما عندي مشكلة. لا نو بروبلم، ما في مشكله. لا لا أبدا.